ان الصيام بيخلي الله يتراحم على الشعب، والصيام بيدي علاقه قويه بين الانسان وربنا. ادي واحد. اثنين، هل الصيام عقاب من ربنا؟ بيعاقبنا، ما بياكلناش لحمه. ده ربنا، ده احنا واخدين بقى. الصيام ليست عقاب، ليس عقاب، انما الصيام ايه بقى؟ ضبط للنفس. نظام ربنا وضعه جميل لضبط نفسي. لما اكون انا ماشي بعمل كل اللي انا عايزه، فين الضبط ده؟ فين الضبط للنفس ده؟ يعني هاتوا واحد بيمشي زي ما هو عاوز وبيعمل كل اللي هو عايزه، مفيش اي حاجه خالص. بالعكس، هتلاقي بقى بناكل وقت ما احنا عايزين، بنعمل زي اعرف ناس كده ليلهم نهارهم ونهارهم ليل. فدايما مثلا يكون بيقول لي لا، اقول له انت بتاكل الساعه 2 بالليل مثلا، يكون بيقول لي يا ابونا انا يعني ما عنديش ليل ونهار، انا ليلي مقلوب ونهاري مقلوب ومش عارف ايه، وبياكل في اي وقت. لما انا اعمل لك نظام واحط لك 12 ساعه، الساعه 12 تبقى صايم عشان عندك قداس بكره، طب ما نتناول قبل القداس على طول. ايه لازمه التسع ساعات؟ ايه لازمه ان انا اعمل؟ ليه القلق اللي انتوا عاملينه دول الارثوذكس دول؟ ليه ايه القلق اللي انتوا عاملينه ده؟ ما نمشي على مزاجنا. لو مشيت على هواك نفسك تضيع، حياتك تضيع. ليه؟ بلا ترتيب، بلا نظام. فربنا ما عاقبنيش بالصيام، ربنا اداني سكه للتأدب. التأدب، ربنا اداني سكه جميله جدا ان انا اعمل ايه؟ انها مش عقاب، بالعكس، ده ربنا بيصلح مني، بيرتب جوايا، بيخليني ابقى قريب منه. بالصيام مش عقاب، بالعكس، ده ثواب. ده ربنا بيديني مكافاه ان انا صايم، بيقربني منه، بيخلي الشهوات تبعد عني. الصيام اثبت مع مرور الزمن. يقولوا كده 3 كلمات احب اقولهم دايما ليكم وللشباب. اقول الصايم اطول عمرا. اطول عمر يعيشه الشخص النباتي. المعمرين في العالم كله الصينيين ومش عارف ومين ومين ومين، ناس نباتيين، يعني مش احنا اللي بنفتي. كويس؟ ناس نباتيين. 2، الصايم دايما ايه بقى؟ انقى فكرا، فكره دايما نقي. 3، الغير الصايم شهواني، اكتر انسان عصبي. يقولوا كده الاكل الحيواني بينمي روح العدوانيه في الانسان. تخيلوا، عصبي جدا، شهواني جدا. طب هقول لكم، يعني لما نقول لواحد دايما كده، صدقوني حتى في الايام اللي فيها الصيام يقول لك ما تشبعش زياده عن اللزوم. يعني دايما ايه، الاباء كانوا ينصحوا كده، يقولوا ايه؟ خلي اكلك دايما في المتوسط. حتى الطب، الدكتور مثلا موافي ده يقعد يقول ايه؟ دايما قوم مش شبعان، ودايما كل وانت مش جعان. دي ارشادات طبيه حتى. واحنا في الصيام نقول ايه؟ كل على القد، وينظم ابونا معاك الوجبات. والصيام الانقطاعي مفيد جدا، لان اكثر نشاطا للانسان لما البطن تبقى فاضيه. ولما البطن تبقى فاضيه يستغنى الجسم عن سموم كتير. يستغنى الجسم عن سموم كتير. واحنا قاعدين في